ما بين الزيرو والواحد، عوالم تاني. الوشوش شبه الوشوش، بس الحقيقة غياب. والصورة لو كدبت نفتح للنور 1000 باب. احنا معد ميزان الحق في كفوف ايدينا، في زمن الزيف عقلنا سابق عينينا. نكسر شفرات الحياة ونكتب أكواب حلمنا، ونصح الضمير في عز نوم الدنيا، في عز نوم الدنيا. أنا اشتريت القناع والميكروفون والخلفية الخضراء. وأنا اشتريت القميص ده شبه قميص ياسر بالظبط، وهننزل بالليل النهاردة أنا وآدم نخلص. ومن آخر رسالة اتبعتت من ياسر عرفنا إن بسنت هتطلع لايف كمان يومين تعلن عن مشروع الخربوطلي، يعني يوم إعلان النتيجة في الكلية. قبل ما تطلع النتيجة لازم نكون داخل السيستم. وأنا نسخت صوت ياسر. نراجع الخطة تاني. هاي يا بسنت. هاي يا ياسر. أنا مش شايف أي حد منهم. قصدك مين؟ ندى وشلتها. انت عايز ايه بعد اللي عملته؟ وأنا عملت حاجة؟ في إيه يا بسنت؟ مفيش، تيفا لوحده هناك اهو. هاي ستودنتس، نتيجة الترم تم اعتمادها واتعلقت في القاعة ايه؟ إيه اللي مكتوب ده؟ في ايه يا ياسر؟ كاتبين إني ساقط في كل المواد. معلش يا ياسر، بتحصل. أنا مش هسكت، ده تهريج، مش هسكت. استنى بس، رايح فين؟ ألو، أيوة شباب، ياسر عارف النتيجة وخرج جري من الكلية، وبسنت كمان خرجت. أنا جاي لكم على طول. هيا يا آدم، جاهز؟ جاهز. ايه اخبار الصوت؟ فظيع، ولا أفلام الخيال العلمي. هاي يا كل الفانز الحلوين، باركولي أنا نجحت. وبالمناسبة دي عايزة أقول لكم على مشروع واو، شاليهات من الخربوطلي جروب، وأسعار مش معقولة. وكمان لو قلتوا منكم جايين عن طريقي هتاخدوا خصم فوري. إيه ده؟ مين اللي بيشوش على اللايف؟ لكل متابعين بسنت، عايزكم تشوفوا معايا الرسايل دي. بسنت خانت زميلتها في الكلية وصورتها بدون علمها، وبعتت الصورة لياسر الخربوطلي في مقابل تنفيذ الإعلان اللي كانت بتعلن عنه. الأستاذة خانت صاحبتها اللي وثقت فيها ب100,000 جنيه، ودي صورة العقد بإمضتها. يا ترى الخربوطلي عارف؟ عموما الحكم ليكم انتم. احنا ماعد، الميزان اتنصب والكفة مالت. يا نهار اسود. سجلتي البث كله يا تاليا؟ حصل يا ندى. ابعتي الجزء الأول قبل ما آدم يتدخل، مع صورة العقد وصور الرسائل والرسائل الصوتية بين ياسر وبسنت لجروب أعضاء هيئة التدريس والجروب الإدارة حالاً. وما تنسيش دبل VPN ومن الرقم الدولي. جيت في وقتك يا تيفا. ايه الأخبار؟ الرسائل اللي بتوصل لبسنت كلها ضدها، وكله بيعمل انفولو للحساب. طمنوني،
ريندر الفيديو خلص ولا لسه؟ قرب يا تيفا. أيوة يا ياسر، أنت فين؟ في ايه يا بابا؟ تجيلي الشركة حالا يا ياسر، حالا. عموما الحكم ليكم انتم، احنا ماعد، الميزان اتنصب. يا فضحتك يا بسنت، والكفة ده بيتعرض على حساب التيك توك كمان، ازاي كده؟ دلوقتي ناقص الخطوة التانية، الفيديو. أعلى بالليل هيكون مبعوت لجروب الواتس الخاصة بهيئة التدريس زيه زي الرسايل. بما إن مفيش حاجة نعملها وهنستنى لو الكلية بعتت لنا، فممكن نروح. احنا فعلا محتاجين نروح نستريح ونستحمى ونبقى فايقين للي جاي. وأنا كمان محتاجة أروح البيت، أهلي رجعوا من السفر. اتفقنا على موبايلات لو جد أي حاجة. صحيح، مبروك النجاح لينا كلنا. النجاح لما يحصل اللي عايزينه بكرة. أنت فاهم المصيبة اللي أنت عملتها؟ يا بابا كل ده مش حقيقي، دي رسائل مزيفة. حد عايز يأذيني ويأذيك، تلاقيه حد من المنافسين. مش صوتك ده اللي في الرسايل؟ صدقني يا بابا كله ممكن يتزور، أنا معرفش مين، لكن صدقني مش أنا. هنشوف يا ياسر. أنا عايز اللي اسمها بسنت دي تيجي هنا، تكلمها تيجي حالا. ها؟ حالا يا ياسر. ياه، أنا حاسة كأني كنت بجري بقالي كام يوم. ومين سمعك؟ انتي هتفضلي قافلة تليفونك؟ افتحيه بقى ليكون في حد اتصل. معاكي حق، أنا هقوم أخد دش سريع. ايه ده؟ في ايه؟ أختي كلمتني كتير وبعتت كذا رسالة وبتفكر تيجي تشوفني. طب كلميها شوفي في ايه. ألو. أيوة يا ندى، كنت قلقانة عليكي. معلش يا سارة، تليفوني كان بايظ. انتي بخير يا حبيبتي؟ الحمد لله بخير، ونجحت في الترم الأول وبامتياز كمان. ألف مبروك يا ندى. ده أنا قلت لجاسر لو ما ردتيش في خلال يومين هسافر لك مصر. طيب الحمد لله إني رديت. الحق يا آدم، في رسالة من ياسر لبسنت بيقول لها تيجي الشركة تقابل أبوه ضروري. أكيد عشان يشوف اللي حصل ده حصل إزاي. تفتكر ممكن ياخد الموبايل بتاعها يكشف عليه؟ ممكن طبعا، الفضيحة مش سهلة. طيب اعمل نسخة كاملة من موبايلها على جهازك. لو الخربوطلي فحص الموبايل عند حد خبير ممكن يوصل للفيروس. أنا هكلم تاليا عشان نوصل لندى. يا فندم، أنا ما أعرفش أي حاجة، دي أكيد رسائل مزيفة. هيبان، كله هيبان. اديني موبايلك. ها؟ ألو. أيوة يا آدم. ندى، كويس إنك اللي رديتي. موبايل بسنت عند الخربوطلي وغالبا هيكشف عليه. نتصرف إزاي؟ ولا يهمك، في أمر لتدمير الفيروس، فعل الأمر هيدمره ويمسح كل الأثر بتاعه. احنا عملنا باك اب من كل الداتا اللي كانت على الموبايل بتاعها. عموما هي اتفضحت خلاص، حتى لو طلعت بعد كده تنكر. تحبي نقفل لها كل حساباتها يا ندى؟ كفاية عليها كده، خلينا نركز مع الشيطان ياسر. فعل الأمر يا آدم. ها يا باشمهندس، ايه الأخبار؟ الجهاز نظيف يا مستر خربوطلي، اللي اخترقه مسح كل أثر وراه. محترفين يعني. شوف لي الرسائل اللي نشروها موجودة عندك ولا لأ، ولو وصلت لحاجة بلغني. تفتكر إدارة الكلية هيبعتوا لنا فعلا؟ إدارة الكلية أكيد مش هتتهاون في حاجة زي دي، ولازم تبقى علنية، خصوصاً إن بسنت كانت بتعمل لهم دعاية، والرسائل عندهم من الصبح أكيد اتفحصت كويس، دول أساتذة الشغلانة. أما الفيديو اللي بعتناه هيبان تأثيره لما يتعرض. الرسالة وصلت يا آدم. على كل طلبة الدفعة الحضور غدا للكلية للأهمية القصوى،
لا مجال للاعتذار. عميد الكلية. كده باقي خطوة واحدة بس. جهزت البرنامج؟ على موبايلي جاهز. احنا معد، احنا حكاية جيل يرسم لكل حلم البديل. في عز الضلمة قلبنا هو الدليل، والعد لو يوم غاب بكرة لينا أكيد هيميل. احنا معد